السلام عليكم دراري الدريات، كنتمنى يكون كلشي ان شاء الله بخير وعلى خير. اليوم واستنادا الى الطلب ديالكم في انستغرام غادي نهضروا ان شاء الله على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، اللي هو كيفاش تهضر مع الاغبايت كيبا ولا مع الار اش ملي تصوني على الفيرمين وانت كتقدم على اوس بيلدون ولا على اغبايت. دونك كيفاش، علاش، وفوقاش، هادشي كامل ان شاء الله غادي نعرفوه مع هذا الفيديو هذا. وما تنساوش باللي كاينه جيف اواي في الاخر ديال الفيديو، دونك خصكم تتفرجوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، وغادي تعرفوا الجيف اواي اللي كتنتظركم ان شاء الله، خصوصا الناس اللي كيتعلموا اللغه واللي تكاو دراري. اول حاجه ان شاء الله غادي تعرفوها معنا في هذا الفيديو هذا، واللي هو كيفاش نقدر نوجد راسي باش نصوني الفيرمين. اول حاجه قبل ما نصوني الفيرمين خصني نوجد راسي ونكون كالم، ما نسربش في الهضره، ما نحاول ما نبينش بانني متوتر، حيت الاغلبيه ديال الناس كتكون مثلا اول مره عندهم غادي يصونيو من شي فيرمين ولا غادي يهضروا مع شي الماني باللغه الالمانيه وكيكونوا متوترين شويه. دونك كنقول لكم نساو عليكم الستريس، نساو عليكم التوتر، ما تخليوش هادشي يلعب عليكم، حيت اهم حاجه هي تبين بانك واثق من راسك وانت كتصوني، واثق من اللغه ديالك وبانك قادر تهضر بها. دونك اول حاجه الاغبيس كيباغ ولا الموظف ديال الار اش ملي غادي تصوني عليه غادي يسمعك وغادي يعرف واش كتهضر اللغه مزيان ولا لا. هادشي انطلاقا من هادشي اللي قلنا له دابا، واش كتهضر باللغه مزيان، واش ما كتعتعش في الهضره، واش ما كتبقاش تقول ديك بزاف. دونك هادشي كامل غادي يتحيدوا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، ملي غادي تعرف كيفاش تقدر تهضر مع الار اش ولا مع الاغبيس كيباغ ملي تصوني عليهم. دونك اول حاجه السلام عليكم، واش الشركه الفلانيه هذه كتصوني عليهم. او قبل ما نبداو بالستوندار ديال الهضره غادي نقول لكم الاوقات المناسبه ديال تصوني على الشركات. دونك باش تصوني على الشركات الاخوان غادي خصك تصوني ديما مع 7 ديال الصباح، خصوصا في الوقت الحالي اللي دابا اللي تبدل فيه حتى الساعه في المانيا. يعني الوقت في المانيا هو نيت الوقت اللي كاين في المغرب. دونك كيبداو الخدمه هما مع 7، نبدا نصوني انا مع 7. السلام عليكم. عندهم هما الاوقات ديال الاجابه في التليفون من 7 حتى 12 ديال النهار. ابخي 12 د النهار ما كيبقاوش يجاوبوا، وقليل بزاف فيك يجاوبوا، وهذه بالتجربه. دونك السلام عليكم، انا سميتي فلان الفلاني. شفت الانسايغ ديالكم بانكم كتقلبوا مثلا على شي اتسوبي اس مثلا الكتريكا ولا اسكوخ ولا اس بليك فاخخا ولا اس بليك فاخمان، ولا مثلا كتقلبوا على شي ميتابايتا في الكونسترو تكنولوجي ولا في اي دومين. دونك هذا هو الشيء اللي غتقول لك هي حنا كنقلبوا عليها. تقول لا واش باقي البلايص من هاد الاوس بيلدونغ ولا من هاد الوظيفه هذه فخاي، يعني واش يمكن الانسان يزيد يتقدم يتبيفيربي من هاد البلاصه هذه. غادي تجاوبك يا اما باه يا اما بلا. الا جاوبتك بلا دونك كتقول لا شكرا بزاف على الوقت ديالك، كاين لنا في ويب سايت وتشاو. اذا كانت قالت لك غادي تقول لا دونك انا انتريسي انني نبيفيربي من هاد البلاصه هذه ولا من هاد الاوس بيلدونغ هذا ولا من هاد الخدمه هذه. هادشي كامل الاخوان كنعقولوه وكنوصلوا لهاد النقطه هذه. كنوصلوا لهاد النقطه هذه كيكونوا جوج ديال الطرقان. اول حاجه كتقدر تقول لا مثلا كتقدر تقول لهم واش نسردوا لكم دابا بيغ ايميل تشوفوه، يعني الدوسي بيفيربونك ديالكم، ولا ندخل اونلاين ونبيفيربي. حيت بعض الشركات الاخوان ما بقاوش كيقبلوا انهم يسردوا لهم الدوسي بيفيربونك ديالهم بيغ بوست، انما ضروري يكون اونلاين. بعض الشركات ماشي كلشي، نقولها ونعاودها، بعض الشركات كيقولوا بانه ضروري تبيفيربي لهم اونلاين. علاش خصك تبيفيربي لهم اونلاين؟ حيت ملي كتبيفيربي اونلاين عندهم هما واحد الروبو في السيت ديالهم كيديتيكتي الدوسي والكيورد، يعني الكلمات المفتاحيه اللي كاينه في الدوسي ديالك، وكيشوفها واش كيطابقوا مع المعايير اللي كيقلبوا عليها هما ولا لا. عليها هما ما كيحمقوش راسهم يعزلوا الدوسيات كاملين، كيكلفوا ديك الروبو هذاك اللي عندهم في السيت ويب ديالهم، وكيعزل لهم الدواصل اللي فيهم الكيورد ولا الكلمات المفتاحيه اللي كيقلبوا عليهم هما، وكيدوا هذوك الدوسيات اخرين. حتى باقي الدوسيات اللي ما كيكونش فيهم كيورد ولا ما كيكونش فيهم نفس الكلمات المفتاحيه اللي عندها علاقه بالدومين اللي كيقلبوا عليه هما، كيمشيو للسبام، ما كيطلعوش للار اش مره. دونك ملي كتقول لكم ولا كيقول لكم لاغبيس كيباغوا ولا الناس ديال الار اش بيفيربي اونلاين، كتبيفيربي اونلاين ملي كتقول لكم مثلا نقدر تسردي بيغ بوست بيغ ايميل،
كتعرضوا لهم بيغيميل. هنا تقدر تلعب عليهم، تقدر تقول لهم واش تقدروا تشوفوه دابا. هنايا غادي تجبر عاوتاني جوج ديال الطرقان، عاد تقول لك لا سمح لنا من بعد غادي نشوفوا الدوسيات اللي كيوصلونا، ولا غادي تقول لك وي مرحبا غادي نشوف الدوسي ديالك دابا وغادي نردوا عليك. دونك في هذه الحاله هذه كاينين جوج طرقان عاوتاني، يا اما كتقول لك احنا شفنا الدوسي ديالك ومن بعد نجاوبوك، يا اما تقول لكم الدوسي ديالك شفناه يعني قريناه بواحد الطريقه سريعه وعجبنا. قدر بعض الحالات الاخوان قدر يدوزوا معاك فوق شتي بخيش في نفس الساعه اللي كتهضر معاهم نتينا في التليفون. دونك تقدر مثلا ملي كتشوف الار اش ولا الاخبار كيبا الدوسي ديالك ويكون انتريسي، يكون الدوسي ديالك مخدوم مزيان، ديك بلاطو الدوسي بيفيربونك اون جينيرال يكون مخدوم مزيان بواحد الطريقه اللي مزيانه وبروفيسيونيل، يقدر يعجب الاخبار كيبا في البلاصه ولا الار اش اللي كيقلبوا على ديك البلايص هادو، يقولوا لك واش انت متاح دابا انك دوز فوق شنو بغيت. يعني ديما الاخوان ملي تكونوا كتقلبوا ولا كتصونيو على الشركات ديما تكونوا واجدين جسديا باش انكم دوزوا فوق شنو بغيت. وحتى ما كنتوش واجدين جسديا حاولوا انكم ديما تكونوا واجدين اقل حاجه ممكن. يعني ما يكونش دائما مطلوب انك مثلا الا بغاو يفتحوا معك مثلا ابي فيديو ودوز معاهم فوق شنو بغيت تكون ضروري لابس الكوستيم وقميص بايطه وكرافاطه وداك الشيء. لا المهم تكون لابس مزيان مع هاد الحاله في واحد البلاصه اللي تقدر دوز فيها فخاي وبلا مشاكل وما يكونش صداع باش يقدروا يركزوا معاك وما تكونش عندهم اثار سلبيه على الفونكسيون كاش ديالك. دونك ملي كدوز الفونكسيون كاش معاهم الاخوان في حاله انك اذا ما دوزتي معاهم الفونكسيون كاش كيقولوا لك يا اما عجبتينا وغادي نكملوا معك الاجراءات ديال انك مثلا تسجل عندنا وتعمل معنا اوس بيلدونغ ولا تخدم معنا، يا اما كيقول لك شكرا على المقابله ديالك وغادي نعرفوك بالنتائج ديال هذه المقابله هذه ابخي مثلا 3 ايام ولا سيمانه ولا ابخي 2 سيمين الماكسيموم على حسب ما كنعرف انا وعلى حسب التجربه ديالي مع بزاف ديال الناس اللي كانوا دوزوا الفوشتهم كاش بخير. دونك الاخوان هذا هو الاختصار ديال كيفاش تقدر تصوني الشركات وكيفاش تقدر تتعامل مع الار اش ومع الاخبار كيبا. وما تنساوش بعض المرات يكونوا حتى بعض الاسئله الشخصيه اللي كيكونوا ما عندهمش علاقه ديريكت باوس بيلدونغ ولا بالخدمه اون جينيرال، انما كيكونوا عندهم علاقه بك. يعني مثلا علاش الالمانيه، علاش المانيا، كيفاش جاتك الفكره تجي لالمانيا. المهم هاد الاسئله هاد الاسئله كتسموا الاسئله البديهيه، خصكم ديجا يكون عندكم جواب من هاد الاسئله هادي. ما يكونش جواب ستاندار اللي كلشي كيقولوا كلشي زعما المانيا هي بلاد الفرص بلا بلا بلا. هاد الهضره هادي انا صراحه ما كنصحش بها. كل واحد يعمل جواب لراسو، جواب اللي كيتماشى مع السيتوياسيون ديالو، جواب اللي ما غاديش يشك فيه الاخبار كيباغ ولا الناس ديال الار اش بانه مصطنع ولا ماشي به من شات جي بي تي. دونك هادشي اللي كنصح انا به الاخوان. وما نساوش بطبيعه الحال تهضر كالم، تهضر بشويه عليك، ما تزربش في الهضره باش ما تعملش اغلاط، ما تحاولش تبين بانك متوتر، راه كتهضر في حال عادي بحالك مع بحال اللي كتهضر مع اي واحد، غير هو تكون ضابط اللغه ديالك وعارف شنو كتقول، حافظ ستوندار ديالك. ما تنساوش واحد الحاجه في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله غادي نزيد لكم ستوندار ديال الهضره كامله او في الدوتش وبالعربيه بطبيعه الحال باش نتوما تقدروا تنسخوه وتزيدوا وتعدلوا عليه من عندكم. يعني ماشي فقط ديك الستوندار هذاك اللي غادي نعطيكم انا وتمشيو عليه كاملين بكم، حيت مثلا انا غادي نتلقى مثلا 10 ديال المكالمات خاصه بالاوس بيلدونغ من جميع انحاء العالم، مثلا المغرب، الجزائر، تونس، من كاع الدول اللي كيبيفربيو من الاوس بيلدونغ في البلاصه هذيك، وغادي نجبر مثلا 5 ديال المغاربه كيقولوا لي نفس الستوندار ديال الهضره، انا فلان الفلاني عملت هادي واش كاين بلايص واش هادي. دونك لا، ما حاولوا الاخوان ما تخليوش ديك ستوندار ديال الهضره اللي غادي نعطيكم يبقى هو نيت. حاولوا تخدموا عليه، زيدوا على شي حوايج شخصيه، حاولوا تبدلوا فيه حتى لما كانش يتبدلوا فيه غير الطريقه ديال الهضره، ولكن المضمون ديال الكلام يكون هو نيت. دونك ما تنساوش الاخوان، دابا غادي ندوزو من المرحله ديال الجيف واي، غادي نخليكم مع الفيديو الجاي. الاخوان
كيف ما قلت كاينه جيف واي ان شاء الله في هذا الفيديو هذا، خصوصا الناس اللي غادي يكونوا يلا بادين كيقراو الالمانيه واللي غادي يتعاونوا بزاف، واللي هو كتب ديال الالمانيه، قصص وروايات اللي غادي تعاونكم بزاف صراحه، واللي قريتهم انا بيدي هنايا ابخي ما جيت لالمانيا صراحه وعجبوني، وقلت انه جوج منكم غادي يربحوا هاد الكتب هادو وهاد الروايات هادو، وغادي يوصلوكم فيما كنتو في المغرب حتى الدار ديالكم. دونك الشروط ديال المسابقه واضحه. اول حاجه غادي نوريو الكتب اللي كاينين عندنا هنايا: 3 متر über den Himmel، 3 امتار فوق السماء. هذا كاتبو فريدريتشو موسيا، هانتوما كيف ما كتشوفوا الاخوان، هذا هو الكتاب الروايه الاولانيه. عندنا الروايه الثانيه اللي هي تابعه من اويغن ديزل، واحد كاتب الماني مشهور، also سميتها Erfinder im Brennpunkt der Welt. دونك هذه هي الروايه الثانيه. وعندنا واحد الشعر بالالمانيه: ein neuer Tag ein neues Jahr، يوم جديد عام جديد. دونك وعندنا واحد المجله ديال العام 2024 اللي فيها جميع الاحداث اللي وقعوا في 2024، كنشوفها مزيانه اللي كنت باغي تطلع بالنيفو ديال الالمانيه ديالك وتفهم، مثلا تتعلم تقرا الاخبار وتعلم تتفاعل مع الكلمات الجديدين بالالمانيه اللي هي هذه الاخوان كيف ما كتشوفوا. وهذه راه الصراحه واحد المجله اللي غاليه، انا صراحه بيدي عطاها لواحد السيد كادو، وقلت قريتها صراحه النص كبير فيها، ما كملتهاش شي، مي نتوما ان شاء الله كنتمنى تكملوها باش تحسنوا من اللغه الالمانيه ديالكم. دونك اول حاجه كما قلنا الروايه ديال 3 متر über den Himmel غادي تجي مع هذا الشعر هذا مع بعضياته، غادي يربحوا واحد. والروايه الثانيه غادي تجي مع هذه المجله هذه، غادي يربحوا شخص ولا ولد ولا بنت واحد فيكم. الشروط ديال هذه المسابقه هذه واضحه بزاف، كل واحد فيكم كيتفرج في هذا الفيديو هذا يتبارطاجي لاشين مع 5 ديال صحابو، ويبارطاجي الكونت انستغرام هنايا مع 3 ديال صحابو، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ابخي سيمانه من هنا باش نضمنوا بانه شافوا الفيديو بزاف ديال الناس. ابخي سيمانه ان شاء الله غادي نلونسيو شكون اللي فاز بهاد الروايات هادو بهاد المجلات هادو في الكونت انستغرام ان شاء الله. نبقاو على اتصال ان شاء الله، وكنتمنى حظ موفق للجميع. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم، ما تنساوش الجيم وكومونتير وبارطاج. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم مره اخرى، وتهلاو في راسكم.